اهلا بيكم من امريكا مع ايمن. سعيد جدا جدا ان معايا ضيف، مش عايز اقول ضيف، صديق غالي على قلبي جدا. و... وانا كان نفسي من زمان ان هو يكون معايا، بس المواعيد مش مظبطه. انا عايز ارحب بالدكتور كارلوس توفيق، اخصائي طب الاسره. هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا. احنا يعني مفيش حد فينا في امريكا ما بيعانيش منه: السمنه. امريكا بلد السمنه. اهلا بك يا دكتور كارلوس. اهلا بيك، ازيك يا محمد عامل مصطفى؟ ايه؟ ربنا يخليك يا باشا. كله تمام طبعا. كله احنا يعني ايه، موضوع السمنه ده موضوع كبير قوي، فاحنا هنحاول بقدر الامكان نتكلم في الحاجات الكور اللي تهمنا، خصوصا ان احنا كمهاجرين. في ناس بتيجي مثلا من بره وممكن ما يكونش عنده سمنه، بس مجرد ما دخل امريكا تحس ان كده النعمه حلت عليه كده وملأ علينا الدنيا. فايه هي الاسباب دايما او الحاجات اللي بتأثر علينا احنا كمهاجرين او كشرق اوسطيين جايين من ميدل ايست؟ ليه بيحصل تغيرات وتبص تلاقي الناس وزنها زاد، حتى لو بتشتغل حاجات فيزيكال وممكن يكون بيشتغل شغلانه بدنيه، بس بتلاقيه كرش كده وبتاع يعني الدنيا حلوت يعني. ايه اللي بيحصل؟ طبعا احنا جايين مجتمع. طبعا السمنه في الاول، يعني انت عارف السمنه مش موضوع مثلا تخين بس. السمنه مم. دي بقت حاجه مرضيه، مم. ومرض مزمن من ضمن الامراض. وان مم. السمنه برضو هي والتدخين من اعلى الاسباب اللي بتؤدي للوفاه. فموضوع مهم جدا يعني موضوع السمنه دلوقتي، حتى تلاقي كل الترندنج دلوقتي وانت مهتم بالسمنه، فجايب دكتور ماركو بتتكلم على ادويه السمنه، طبعا. عشان ده فعلا ده الترندنج، يعني ده اللي موجود. ولايف تشينجينج ميديكيشن اللي هي موجوده حاليا. بس احنا عايزين نتكلم على احنا ليه كمهاجرين مره واحده بنبقى كيوت وزي الفل ونيجي هنا نضرب. بقلظ. اها. فطبعا اهم حاجه اللي هو المجتمع اللي احنا عايشين فيه والنظام الغذائي اللي احنا اتنقلنا منه. مم. احنا كنا في مصر متعودين نقعد وترابيزه السفره وناكل اكل هيلسي، وكل يوم في طبيخ واكل عاملينه في البيت. هنا العكس تماما. مم. هنا احنا شغالين في الوجبات اول ما جينا، الوجبات السريعه، وبناكل الحاجات اللي هي المهدرجه واللي فيها سعرات حراريه عاليه. هنا برضو ان احنا بنستهلك كميه مشروبات غازيه ومشروبات سكريه بنسبه كبيره. يمكن احنا لما كنا في الشرق الاوسط مش بنستخدم الكميه دي مم. بكثره. وغير كده حجم الوجبات، يعني كل حاجه هنا احنا مثلا في تكساس يقول لك everything is big in Texas. فتلاقي الستيك كده قد ايه، قد وشك مثلا من كبر. فطبعا حجم الوجبات دي بيفرق. غير كده الضغوط النفسيه، انت جاي على مجتمع جديد مم. وعايز تتاقلم مع المجتمع ده، فاحيانا التكيف والتاقلم مع المجتمع الجديد ده بيعمل لك حاجه اسمه ايه، الاكل العاطفي، بيسموه بالانجليزي الكومفورت فود. يعني انت عندك ضغوط نفسيه فبتضطر تاكل، بتدور على السعاده في الاكل فبتاكل بشراهه علشان تطلع من الايه، من الضغوط اللي انت فيها. غير كده انت جاي مجتمع وما عندكش دعم اجتماعي ودعم نفسي حواليك، ولا اسره وقرايب حواليك، فده برضه بيولد ضغوط نفسيه، وبيولد برضه نوع من العزله شويه. مم. يعني ايه حياتي منعزل، وانا في العزله دي بطلع احيانا الطاقه السلبيه اللي عندي في الاكل. مم. النظام الغذائي ده جزء، الضغوط النفسيه ده جزء. غير كده آه، ما فيش حد عنده وقت يطبخ. يعني انت غالبيه المدامات وغالبيه الناس ما عندناش وقت من ضغوط الحياه ان انا كل يوم اطبخ كل يوم. ولو طبخت مرتين في الاسبوع ثلاثه يبقى كويس جدا. فبضطر الجا للاكل بره، الاكل الوجبات السريعه. الاطفال نفسهم ما بيتربوا برضو بيتكيفوا على النظام الغذائي الامريكي اللي هو الوجبات السريعه، بيعكس ده على الوالدين، فالوالدين برضو بيخشوا في المجال ده وياكلوا الاكل المهدرج السريع. البيتزا غير والبرجر وبقى الحاجات اللي هي بتتسخن على طول، هيت اند ايت، والحاجات طبعا طبعا. وفي حاجه مهمه جدا، احنا في مصر وسيله المواصلات الشهيره المشي، وفي اه. بعض المناطق العجل. هنا احنا اه. مش بنمشي كتير، احنا كل حاجه بالعربيه. مم. حتى الاكل اللي بنجيبه بيبقى درايف ثرو. يعني في مشكله ان احنا المجهود البدني هنا مش كتير. مم. وفي ناس كانت زي ما انت بتقول، احنا المجهود البدني في مصر اكتر من هنا، لان هنا ناس كتيره بتشتغل في المكاتب وشغاله من البيت، وده بيقلل المجهود البدني. وده لايف ستايل احنا ما كناش متعودين عليه في البلاد بتاعتنا. مم. برضو في نقطة مهمة جدا، وهي مش عايزين ننساها، اللي هي التأثير الجيني والبيولوجي عليا. آه، مم. في دراسات بتقول يعني انت لما تعيش في مجتمع كله ينتشر فيه السمنة،
بطريقه او باخرى بتتاثر عليك المكان اللي انت فيه ده، وان انت بيجي لك برضه مرض السمنه معاهم. يعني اللي قاعد في بيت الناس عندهم شراهه في الاكل، هو بطبيعه الحال ممكن somehow يتاثر وياكل ويبتدي ياكل، عنده شراهه في الاكل ويجي له مرض السمنه. فبرضه الايه، المجتمع اللي احنا فيه، اكتر من 40% من الناس اللي عايشين في امريكا عندهم مرض السمنه، احنا بنتاثر كجزء من المجتمع ده. يبقى النظام الغذائي، الضغوط النفسيه، مفيش نشاط كتير، طبعا. العوامل او التاثيرات البيولوجيه اللي احنا فيها. وبرضو اخر حاجه اللي هو ايه دايما بيقولوها، ان الاكل الصحي دايما غالي. اكيد. ف... اكيد. ف... فطبعا الجانك ده فود برضو. رخيص هنا، الجانك فود رخيص جدا عن ان انت تجيب حاجه، انك تجيب وتعمل في البيت. الجانك فود رخيص يعني. انت ممكن عشان تعمل ميل تقريبا نقدر نقول بيتكلف 5 اضعاف الوجبه اللي هتاكلها في ماكدونالدز مثلا. يعني انت لو هتاكل في ماكدونالدز حاجه سريعه، عشان تعمل حاجه في البيت هيلثي وتاكلها ليك لو انت كفرد، تقريبا بتتكلف من 4 ل5 اضعاف. فطبعا كلام حضرتك مظبوط 100%. دولار منيو شهيد علينا مش مثلا هيش. الدولار منيو. طيب انا امتى يا دكتور اقول ان الشخص ده، او انا مثلا احكم على نفسي انا مريض سمنه؟ يعني امتى اقول في واحد ممكن يكون يعني عنده الشيب بتاعه مش ان شيب زي ما بيقولوا، بس ما اقدرش اقول عليه مريض سمنه. وفي واحد تاني يقول لا، ده شكله ممكن يكون شكله فيت بس الشكل الخارجي لكن هو مريض سمنه. امتى حضرتك كدكتور تشخص ان الشخص ده مريض سمنه او الشخص ده مش مريض سمنه؟ طبعا اشهر حاجه اللي بيعملوها اللي هي بي ام اي، بودي ماس اندكس، بعد ما بيجيبوا سكس، الوزن على الطول وليهم حسبه. اللي هي الحسبه كتله، طبعا قياس كتله الجسم. اه قياس كتله الجسم زي ما انت قلت. صح كده اه ده لغه عربيه فظيعه. ربنا يخليك. فطبعا الطبيعي من 18 ونص ل 24 و9 من عشرة، اللي هو وزنه زايد شويه من 25 ل 29 و9 من عشرة، اللي هو بقى اللي عنده مرض السمنه 30 فيما فوق. تمام. مم. وبيدرجوها بقى من يعني كذا تدريج في موضوع السمنه ده. تمام. طبعا في لحد 40، وده بيسموه موربيدلي اوبيز، يعني راجل تخين بزياده قوي. مم. وفي لحد 50 كمان. طيب الموضوع اللي هو البادي ماس اندكس ده او الكتله بتاعت الجسم دي، لازم اعملها عند دكتور متخصص ولا ممكن زي الحاجات اللي بنشوفها مثلا في الصيدليات اللي يعني ممكن نروح يعمل وبيبقى فيه جهاز كده وبيطاف عليه ويقيس لك يطلع لك ريبورت سيان؟ لا ده انت ممكن تعملها في البيت. بتروح تكتب كده بي ام اي كالكوليتر على جوجل، مهم. بتحط وزنك على طولك على السن، وبيحط برضو الايه الجنس ميل او فيميل، مهم. وده بيجيب لك بالظبط حلو البي ام اي. جدا. طب نشجع الناس كلها تعمل الموضوع ده، انا بعد ما اخلص الحلقه هعمل كده على طول. طيب دكتور، حاجه كمان، احنا في حضرتك قلت اتفضل. في برضه طرق تانية. هو اه. احنا الرقم بتاعنا 30. في طريقة تانية ان انت حتى لو عندك الخصر بتاعك، يعني ان اه. انت مثلا ايه، واحد يكون زي، عارف انت اللي بيكون وشه زي الفل ويقول لك ده انا وشي حلو مش تخين وايدي حلوه ومليانه عضلات، بس المشكله عن طريق البطن برضه. ال- مم. ال- ال- المحيط الخصر او محيط البطن، مم. لو 88 سم عند الستات او 102 عند الرجاله، دي برضه طريقه تانية. مم. والطريقه الادق بقى اللي هو انت مثلا زي ما انت تقول عايز تشوف طريقه دقيقه جدا بس مم. بتبقى غاليه، حاجه اسمها ديكس سكان. ده سكان بيتعمل بيقيس لك الدهون اللي عندك في الجسم قد ايه، مم. وبيقيس لك العضلات بس بيبقى غالي. وفي حاجه اسمها ايه البي اي اي، ده بتلاقيه دايما في الجيم اللي هو الايه الحديث شويه. الراجل بتاع الجيم يقول لك تعالى نشوف لك كميه الميه، كميه الدهون، كميه العضلات. جولد جيم بقى وبتاع يدلعوك حاجات اول ما تدخل كده، يقول لك تعالى بقى نشوف لك الدنيا عشان يتباع لك لايف كوتش والكلام ده. فده يعني ازاي بنقيس الموضوع السمنه. تمام. طيب دكتور، في بدايه الحديث حضرتك ذكرت حاجه ظريفه جدا، قلت لي ان السمنه هو من اكبر او مسببات الوفاه في الوقت الحالي، زي التدخين وزي المخدرات وزي الحاجات دي. هل السمنه ممكن تكون مرتبطه بامراض تانية؟ يعني هل مثلا في حاجات تانية ممكن تكون مرتبطه بيها السمنه او السمنه بتسببها؟
يعني مثلا نسمع مثلا يقول لك ان السكر مثلا بيأثر على شبكية العين دايما. فهل في حاجات مرتبطة بالسمنة، علشان برضو الناس اللي حاسة ان هي سايبة نفسها كده تبقى عارف اوير ان ممكن بعد شوية في حاجات ممكن تحصل تانية معايا كأعراض لمرض السمنة او امراض مرتبطة بيها؟ طبعا. طبعا اشهر حاجه امراض القلب والاوعيه الدمويه، الضغط. لما واحد مره واحده يقول لك ايه ده، انا الضغط بتاعي ارتفع عليه، انا ضغط على طول زي الفل. مهم. فانت تلاقي نفسك ده انا زدت بتاع 15 باوند ولا حاجه. فالضغط حاجه مشهوره جدا، بيجي دايما مع السمنه. مهم. طبعا امراض تانية بقى، انت الدهون دي بتترسب في الاوعيه الدمويه، فبتعمل شويه جلطات، فيعمل جلطات في القلب، يعمل بعد الشر جلطات في المخ او الستروك. القلب نفسه ده عضله بتضخ الدم قدام جسم كبير وقدام دهون كتيره، فممكن القلب نفسه يحصل قصور في القلب، فالقلب يبقى ضعيف على المدى البعيد. اوكي. غير اللي انت قلته طبعا مرض السكر، لان انت الدهون دي نفسها بتعمل ريزيستنت للانسولين. الانسولين مش قادر يشتغل، موجود بس مش قادر يشتغل. مهم. فيبقى في نسبة سكر، وبيبقى نسبة الايه ال- آه، السكر بتبقى عالية في الدم. وطبعا حاجة مشهورة جدا وشفناها كتير هنا عن مصر، اللي هو تليف الكبد نتيجة الدهون اللي حوالين الكبد. اللي واحد هو يقول لك انا الفاتي ليفر ده اللي هو الكبد فاتي الدهني. اه في ناس الفاتي ليفر عندها بتكتر لدرجه كبيره، لدرجه ان الكبد، خلايا الكبد بتتدمر كانه بيشرب الكحول يعني. واو. يعني اه طبعا حاجات برضو شفناها هنا، انا ما شفناهاش كتير في مصر. ان مهم. واحد بيجي له عشان هو مليان شويه، الرئه بتتعب، فما بتقدرش تاخد كميه تكبر، فتاخد كميه اكسجين كتيره، فالتنفس بيقل والاكسجين بيقل. فتلاقي مهم. الراجل عنده دايما مشاكل في التنفس. مهم. فيروح دكتور القلب يقول له انت قلبك زي الفل. يروح لدكتور الرئه يقول له انت الرئه بتاعتك وظائف الرئه كويسه، انت المشكله في الدهون اللي حوالين الرئه. الرئه مش عارفه تتمدد وتدخل كميه اكسجين. طبعا المرض المشهور بتاع اللي هو الاسليب ابنيا. اه. احنا برضو يعني نعدي على السليب ابنيا بسرعه كده، احنا لان برضو هو مرتبط برضو بناس كتيره من اللي عندها السمنه، عشان برضو الناس اللي ما تعرفش ايه السليب ابنيا. فيعني ممكن تقول لنا عليه بسرعه كده، لان برضو من الحاجات اللي مرتبطه بيه. يعني انا طبعا سمعت منك سيشن، يعني سمعت من حضرتك سيشن عن الموضوع ده، وانا يعني بس حابين ندي نبذه سريعه جدا للناس عنه يعني. هو السليب ابنيا طبعا باختصار يعني ان مم. في كميه دهون، ده الحاجه الشائعه، مم. ان في كميه دهون حوالين الرقبه، مم. فالاكسجين ما بيخشش للمخ. مم. فالواحد بيبقى مثلا في امان الله كده نايم، وهو مش نايم لان مفيش اكسجين داخل. فبيقوم ما ب- بيقوم عنده صداع لان مفيش اكسجين دخل جوه الدماغ كويس. بيقوم عنده حاسس ان هو تعبان، يجي في وسط اليوم يحس ان هو محتاج ينام تاني، لان الدور كله بتاع الايه السايكل بتاع السليب ما كانتش كويسه، والاكسجين ما كانش كويس. ودي طبعا اشهر حاجه، هي في اسباب كتيره للسليب ابنيا، بس اشهر حاجه الايه الاوبيزيتي، السمنه، لسه. علشان موضوع الفات اللي حوالي ده. تمام. طيب، هل برضو يا دكتور موضوع السمنه مرتبط بسن معين او جنس معين؟ يعني هل في سن معين نقدر نقول السن ده بيبقى اكتر عرضه للاصابه، او الجنس؟ هل مثلا الرجاله اكتر عرضه بالاصابه من الستات او العكس؟ ولا مش فارقه، ولا هي راجعه لللايف ستايل يعني؟ تمام. آم، انا في بس عايز اقول بس نقطتين بسيطه في الموضوع الامراض المرتبطه بالسمنه. مهم. آه، مش عايزين برضو ننسى الامراض الهرمونيه والتناسليه. اشهر حاجه موجوده في ستات كتيره اللي هو التكيس على الموبايل. مهم. فالتكيس على الموبايل ده ليه علاقه برضو بالسمنه، بيعمل اضطرابات في الدوره الشهريه وصعوبه الحمل. وطبعا عند الرجاله الموضوع برضو مفيش دم واصل كويس للعضو، فممكن يقلب برضو ارتكال ديسفانكشن. مهم. ف- فدي برضو نقطة ما ننساهاش. وعلى المدى البعيد طبعا الحاجات اللي شايلاني العضلات والمفاصل. مهم. فالمفاصل دي هتتعب على المدى البعيد من السمنة، فالناس يجي لها ألم في الظهر وألم في الركب. اه وطبعا طبعا. سبب كتيرة. طبعا ونقطة طبعا. مهمة إن تلاقي ناس كتير اللي هم عندهم مرض السمنة عندهم شوية اكتئاب، وعندهم قلق، وعندهم ضغوط نفسية، لأنهم مش عندهمش ثقة بنفسهم. فبرضه مهم. ده
جزء من الحاجات وانعزال، اللي هو دايما مش قادر يعني يخاف الناس تتريق عليه، اللي بيعملوه له في المدارس بقى البولينج، لما يكون طفل كده مليان شوية فيبتدوا يتريقوا عليه. طبعا. طيب نرجع لحتة الفئات العمرية يا دكتور، والجنس، هل بتفرق ولا ما في؟ يعني مثلا هل مثلا واحد برضه عشان أولادنا نبقى واخدين بالنا، يعني في ناس تلاقي يقول لك لا لا سيب العيل ياكل مش فارقة ده صغير وهيحرق. فهل الكلام ده صح؟ احنا ده موروث ثقافي احنا جايين بيه من مصر مثلا. فهل ممكن ال الأطفال برضه تبقى عرضة للسمنة، ولا هو مرتبط أكتر بأن الواحد في التقدم في العمر، ولا بيمشي ازاي الموضوع؟ طبعا الأطفال اللي هو من سن 2 ل 18 سنة دول معرضين للسمنة أكتر فئة عمرية. هو طبعا السمنة ممكن يصيب أي فئة عمرية، بس الأطفال أكتر حاجة شوية، مم. لأن طبعا الوجبات السريعة الأطفال بيحبوها، مم. وبرضه طول النهار قدام التلفزيون والأجهزة الإلكترونية، وقلة النوم. لأن قلة النوم ده برضه بيبقى حاجة مهمة جدا. مم. النوم بيقلل الهرمون بتاع الشبع وبيزود الهرمون بتاع الجوع. فقلة مم. النوم برضه خصوصا في السن ده بتبقى برضه عامل كبير مم. في موضوع السن. لما بنكبر شوية، لما يبقى عندنا مثلا 18 سنة فيما فوق، مرحلة الجامعة، بيبقى عندنا ضغوط، وعن ضغوط الجامعة، ومفيش وقت ان الواحد ياكل اكل هيلسي، وبرضه طول النهار على المكتب، فبرضه انا معرضه ان انا يجي لي ايه، موضوع السمنه. لما بكبر شويه عند 35 سنه بيبقى عندي اسره، فايه فلما يكون عندك اسره انت ما عندكش وقت تشوف قدامك، ولا تروح مثلا الجيم وتعمل تمارين رياضيه، وعندك برضه آه، عمليه الايض او التمثيل الغذائي بتاعك بيقل مع العمر. مم. فبرضه ايه ان انت تفقد وزن عند السن ده، بتبقى الامور اللي صعبه هو من ال شويه. 35 ده. من 35 فيما فوق. مم. 55 بقى بيبقى اصعب عمر، لما الواحد يكون عنده وزنه زياده ان هو يفقد الوزن ده، محتاج مجهود اكتر، مم. لان الهرمونات بتلعب دور مهم عند الرجاله والستات. الهرمون التستوستيرون والاستروجين بيقل، وده بيأثر في عمليه الايض، وان انا اكسر الدهون الزياده. مم. غير كده كمان عند 55 لازم هتخبط في دواء، هتاخد دواء، يعني دواء، اي دواء، دواء سكر، دواء اي حاجه. في ادويه كتيره بتسبب السمنه، يعني اشهر ادويه الاكتئاب وادويه السكر، فبيسببوا نفسهم ايه، السمنه. وبرضو لما بتكبر في السن انت نفسك تخس، بس انت رجليك مش شايلاك زي ما بيقولوا، عندك ظهرك وجعك، ركبك وجعاك، فده بيأثر برضو. فيعني عارف، لو ما خدتش بالك في اي عمر ممكن يجي لك السمنة وتأثر عليك. الواحد لازم مونيتور على طول شغال. طبعا. طيب، علشان بقى نريح نفسنا من القصة دي كلها ونمشي ازاي؟ يعني لو واحد مثلا حس دلوقتي ان هو بدأ يبقى عنده اي اعراض من اللي ذكرناها في موضوع السمنة، او راح عمل دلوقتي هو قاس وزنه ودخل على جوجل وحط طلع البادي ماس اندكس بتاعه وعرف يبتدي ازاي نظبط الطريقة اللي احنا نظبط نفسنا بيها علشان نبتدي نظبط وزننا. وفي نفس الوقت لو انا لقيت وزني كويس ازاي بقى احمي نفسي، علشان زي ما حضرتك ذكرت كده ان كل مرحلة احنا معرضين فيها تغيرات هرمونية، تغيرات نفسية وسيكولوجية. فازاي انا احمي نفسي، وازاي لو انا عندي سمنة ابتدي اشتغل على ان انا اظبط الامور شوية؟ طبعا الوقاية خير من العلاج. يعني اللي واحد جسمه كويس وصحته كويسة يهتم بالموضوع ده، يبني عليه، يعني مش مم. لازم يستنى عشان بعد كده ايه، يدور على الحلقة بتاعتك ويقول اعمل ايه. فطبعا ايه، اهم حاجه ان انا طبعا لو انا اهتم كل شويه بنفسي ان انا اقيس وزني، لان ده بيبقى حاجه بدايه كده ان انا لا ده انا ابتديت ايه، امشي غلط في موضوع الاكل ده، فابتدي ايه اخد بالي. تاني حاجه ان انا اعمل تحليلي، تحاليل دوريه حتى مره في السنه، اشوف السكر بتاعي عامل ايه والكوليسترول، واشوف الضغط بتاعي عامل ايه. برضو ان انا انام كويس، من 7 ل 9 ساعات، عشان قلنا موضوع برضو ايه اللي هو الانزيمات والهرمونات بتاع الشبع والجوع. وان انا برضو موضوع ان انا اشرب ميه، حتى لو انا زي الفل وجسمي كويس، اشرب ميه 3 مرات في اليوم قبل الاكل، لان الميه بتقلل الايه الشعور بالجوع. وطبعا رياضه، حتى لو رياضه بسيطه، حتى لو انت هتمشي 30 دقيقه في اليوم، روح اي سوبر ماركت امشي كده يعني انت ما عندكش وقت تروح الجيم، امشي حتى في اي مكان لمده 30 دقيقه. مم. دي حاجه ان انا ايه اقي نفسي من السمنه بشكل عام.
مم. طب افرض انا المرحله دي عدت مني وانا حاليا في ايه، في المرحله الاخرى، ان انا اوريدي وزني زايد ومش عارف اعمل ايه. مم. طبعا وصل بقى ايه، اللي كان. اه الدنيا باظت مني. الدنيا باظت. اهم حاجه اوعى تجري على الادويه، مش اول حاجه تقول انا ايه انا هخش على الادويه، لا الادويه دي تاني مرحله بعد اهم مرحله اللي هي ايه، اغير نمط حياتي. مم. لازم اغير نمط حياتي الاول واكافح في الموضوع ده. لو الموضوع مسدود ومش عارف اعمل حاجه اشوف اشوف موضوع الادويه. ازاي اغير نظام حياتي او نمط حياتي؟ اول حاجه الاكل والرياضه، ان انا اخلي بالي ان انا يعني اشوف السعرات الحراريه اللي انا باكلها واحاول اقلل السعرات الحراريه، ازود من البروتينات اكتر، سمك والبيض كويس، عن طبعا اللحوم المليانه دهون كتير احاول اقلل من ده. الخضار والفاكهه، بس مش اي خضار وفاكهه، الحاجات اللي فيها الياف كتيره. زي ايه والمشروبات، مثلا اللي هي الحاجات اللي فيها الياف؟ طبعا الخيار واسمه إيه، السلري، مم. وعندك الخس، والتفاح. الحاجات مم. دي فيها فايبر كويس، والفايبر ده بيملى في المعدة وبيقلل ايه الشعور بالجوع، حلو قوي. لان الفايبر دي بتجيب ميه يعني معاها وهي داخله الجسم. المشروبات الغازيه بلاش منها خالص، العصائر الغريبه اللي بنشوفها على الشلف دي بلاش منها خالص. بلاش العيش الابيض، بلاش المكرونه، بلاش ان انا افضل ايه اقول انا مش هاكل غير مرتين في اليوم، بس المرتين في اليوم دول هاكل فيهم جامد. لا، انت كل وجبات صغيره متقطعه احسن ما تاكل وجبتين كبار. مم. فانت حاول ان انت تقلل الايه، خلي الوجبات بتاعتك 6 وجبات، حاجات بسيطه كل شويه. مم. دي اللي هو الايه النظام الغذائي، يعني خلي بالي انا باكل ايه. غير كده زي ما احنا قلنا الايه الرياضه، لو مش قادر امشي اجيب اي حاجتين في البيت اشيل بيهم حديد حتى مم. للرجاله والستات، لان رفع الاثقال او الحديد بيساعد في الحرق وبيقوي برضو ايه العضلات اللي شايلها الجسم. مم. ال- ال- حاجة مهمة جدا في موضوع الأكل اتكلمنا عليها في الأول، اللي هو الإيه البيئة اللي أنا عايش فيها. أحيانا لما أعيش في توتر أو شغل صعب أو يوم صعب عليا زي ما إحنا قلنا، بطلع الطاقة السلبية دي في الأكل. فأحاول إن أنا إزاي أمانج التوتر العصبي اللي عندي أو اليوم الصعب اللي عندي. مم. طب أنا افرض عملت كل اللي فوق ده والموضوع مش نافع بقى، يعني مش بخس، وانا دلوقتي عندي واحده، انا السكر بتاعي ابتدى يزيد وعندي ضغط، وعندي بالليل الناس مراتي بتقول لي ان انت يعني بتعمل اصوات بالليل وبتاع ونفسك بيقطع مره واحده. فيبقى لازم بقى ايه، الموضوع مش ماشي ان انا ابتدي بشويه ادويه اللي انت بتناقشها مع الدكتور ماركو. مم. في ادويه كتيره الدكتور ماركو يديها لك بايه باستفاضه. بس يعني الادويه دي مش باد ايديا ان انا ابتدي ادويه طالما انا مش عارف اعمل النظام الغذائي جربت كل حاجة وما مشيتش، فنبتدي بقى تمام. المهم ألحق فاكمل، نفسي. اكمل الادويه دي، بس ايه اكمل بالايه ان انا اغير نمط حياتي معاها، علشان احاول at some point ان انا ايه الادويه دي اوقفها او اقللها خالص، واكمل بالروتين بتاع حياتي ده وابقى كده من غير ادويه، وده بقى نظام حياتي. مم. والادويه دي مش لاي حد. مش واحد يقول لك ده انا عندي فرح انا عايز ايه، عايز اخس شويه قبل الفرح عشان ابقى شكلي حلو. أيوه. الادويه مش يعني لازم واحد زي ما احنا قلنا اوبيز، يعني البي ام اي بتاعه 30 او وفيما فوق، مم. او البي ام اي بودي ماس اندكس ده 27 وعنده امراض تانية، مم. كوليسترول وضغط وسكر وهكذا. على ذكر طبعا كلام حضرتك يا دكتور، أول نصيحة لما كنا بنتكلم مع دكتور ماركو، أول نصيحة قالها لك لازم يا جماعة ما حد الأدوية دي مش لأي حد، وما ينفعش تاخدها من نفسك. ما ينفعش تروح أنت من نفسك كده تقول أنا هاخد تابلتس، ولا تروح واخد مثلا مونجارو ولا أوزمبيك، ولا تجيب حاجة من عرفه وتتعامل. مش كده. لازم تشتغل مع دكتور باطنة أو اوبيزيتي دكتور، وتكون عارف كويس قوي انت هتعمل ايه، حالتك الصحية ايه، والفاميلي هيستوري بتاعتك ايه، الميديكال هيستوري بتاعك شكله عامل ازاي، قبل ما تبدأ في اي حاجة خالص. دي احنا كنا طبعا الناس اللي شافوا الحلقة بتاعت الدكتور ماركو يعني اتكلمنا في النقطة بتاعت الدواء دي باستفاضة شديدة جدا. بس انا برضو مع حضرتك جدا يا دكتور كرولوس، ان فعلا ان انا الحق نفسي من الاول قبل ما ادخل في الدوامه دي من الاساس، وابتدي اقول بقى طب اعمل ايه، طب اخد دواء، طب اروح، طب انا ما عنديش وقت اروح جيم. فطبعا يعني انا مع حضرتك مليون في المية ان اي حاجة
هعملها في الاول هترفلكت عليا بقيت عمري. يعني اهملت وكبرت دماغي حتى يعني. في بعض الناس يقول لك ايه، انا مثلا ام درينك سوشيال. انا اعرف برضو ان الالكوهول بيبقى من ضمن الحاجات اللي هي برضو ممكن تساعد في زيادة الوزن على حد علمي، لان برضو بيبقى فيها سكريات او سعرات حراريه سعرات وسكريات. حراريه وسكريات، زي الانرجي درينك. يا جماعه ما تستهونوش بالانرجي درينك ده فيه كميه سكر فيه مش طبيعيه يعني. يعني برضه نقدر نضمها مع الحاجات الغازيه او من طبعا. المشروبات الغازيه اللي حضرتك قلت عليها يعني. فمعلومات قيمه جدا جدا يعني يا دكتور كرولوس. يعني انا يعني طبعا انا مش عايز اقول للناس الدكتور كرولوس هياخد مليون لايك على الحلقه دي. انا واحد من الناس، انا الله اول يخليك. اول لايك اهو في الحلقه هديها الله للدكتور يخليك. كرولوس يعني. و... انا بس و... في حاجة أخيرة عشان ما ننساش، احنا اتكلمنا على الأدوية، وفي حاجة تانية برضو الناس تبقى عارفة عنها معلومة بسيطة، إن العمليات الجراحية برضو ده مش حاجة وحشة ولا حاجة مضرة، خصوصا للناس اللي هو البادي ماس اندكس أكتر من 40 فيما فوق. فدول بقى في عمليات زي تحويل مسار أو تكميم معدة أو بيحطوا البالون. فبرضو إيه، دي حاجة، لأن الدواء مهما أنت تاخد الدواء مش هيخليك تقل 50 ل 80% من الوزن الزياده اللي عندك. الدواء عمره ما هيعمل كده. لكن العمليات دي لما يكون بقى حالات يعني صعبه قوي والاوبيزيتي انا جامده بتكلم في قوي. كتلة الجسم معدية بقى، اللي هو اه. يعني احنا عايزين مثلا نقعد 10 سنين مع الدواء عشان علشان لا فعلا. طبعا انا يعني برضو نرجع زي ما الدكتور كورلوس قال ان احنا ما تعملش حاجة من نفسك الا لما تستشير الدكتور بتاعك. سواء كنت بتتفرج علينا هنا في امريكا، سواء كنت بتتفرج علينا في مصر، في اي حتة من الدول العربية، كل الناس اللي بتتابعنا، اوعى تتصرف من دماغك او تاخد قرار. بالذات سواء كنت هتعمل عملية، هتاخد أدوية، لازم تستشير دكتور و... وتتابع فترة وتجرب زي ما الدكتور كرولوس قال. تجرب الأول تشتغل بالحاجات الطبيعية اللي هي الأكل والرياضة. لو مفيش والدكتور قال لك لا أنت حالتك تحتاج أدوية أو حالتك تحتاج حقن، أو سوري آسف عملية، فجو فور إت، بس طبعا تحت إشراف طبيب متخصص يعني. تحب تقول لنا إيه تاني يا دكتور قبل ما نقفل؟ لا انا قلت هو كل كده. كل اللي انا نفسي أقوله. انا متشكر جدا ليك انا ومتشكر لوقتك متشكر خالص يا دكتور بجد، وكتر خيرك. انا عارف يومك قد ايه مشغول، واحنا بقالنا حبه بنحاول نظبط المواعيد في عشان تكون مشرفنا النهارده. بس ان شاء الله الله مش هتكون اخر مره، دي هتكون اول حلقه. المرات الجايه نتكلم في حاجات تانية باذن ربنا يعني. برضه هخطفك كده حاجات بقى ليها علاقه بطب الاسره برضه. ربنا متشكر يخليك، جدا شكرا جدا خالص. جدا دكتور كرولوس توفيق، اخصائي طب الاسره في ولايه تكساس امريكا. وبشكر كل الناس اللي اتفرجت علينا النهارده. ما تنسوش الحلقه دي حلقه مهمه جدا تخص اسرتك، فلو انت بتتفرج عليها او لو حضرتك بتتفرج عليها ابعتها لمراتك، ابعتها لجوزك، ابعتها لاصحابك، عشان الناس اللي يعني حبايبك واللي انت حاسس ان هم ممكن يكونوا يعني على وشك او بيلخبطوا في الاكل شويه، فبرضه يستفيدوا من الكلام اللي قاله لنا الدكتور كارلوس النهارده. بشكرك جدا جدا يا دكتور على وقتك، متشكر شكرا. لمحبتك الكبيره، انت شرفتنا النهارده. وبشكر شكرا. حضراتكم جدا جدا جدا. وكان معكم ايمن من امريكا.